السلام عليكم، مرحبا بكم في مسار وافكار، البودكاست اللي كتبني فيه مسارك وتطور فيه افكارك. رجعنا هاد السيمانه بضيف جديد رائع باش يولي مهندس. بدا في الطريق المعتاده. هضر لينا في الاول على البريبا والمزايا ديالها. كتجعلك تفهم شنو هي الدمير، ماشي ما عندكش لو ريزولتا غارونتي. بوتيتر داكشي ما غاديش يكون كافي. من عالم بريبا والدمير دخلنا في عالم مختلف تماما اللي هو السويد. عشت هاد لا ديفيرونس ولاحظت بان كاع الضغط هذا اللي كيتدار لك ما من هاد التجربه عطانا كذلك نصائح ثمينه، منها الواحد ما خصوش يخاف من داكشي اللي ما عارفش. راه ملي كتعطالك الفرصه انك تحك مع شي حاجه اللي راك ما عارفهاش، راه تما فين غادي يتعطاولك اكبر فرص انك غادي تتعلم. دخلنا في هذا البودكاست بدقة في مقارنة ما بين المغرب اللي متبع العقلية الفرنسية والسويد، من ناحية القراية، من ناحية الخدمة والحياة. ناقشنا شنو هي أحسن طريقة باش الواحد ينجح، واش التدبير ولا التوازن ما بين الخدمة والحياة. درنا كذلك على الهندسة والتعريف ديالها، شنو ما الطرق باش تولي مهندس، ومواضيع أخرى كثيرة. نخليك دابا تستمتع بالحلقة. السلام عليكم، مرحبا بكم في مسار وافكار، حلقه جديده مع يوسف حاسب اللي هو شاب مغربي ساكن في السويد. غادي نكتشفوا المسار ديالو والافكار اللي ساعداتو باش يوصل لداكشي اللي هو فيه اليوم. شكرا يوسف بزاف على قبول الدعوه. غادي نبدا كما ديما كنبدا. شنو هو اللقب ديالك مهني؟ كيفاش كتلقب راسك نتايا شخصيا ومهنيا؟ انا اللقب ديالي بالانجليزيه كيقولوا بروجكت مانجر، وهي معناتها انني مهندس اللي كنخدم في التسيير ديال المشاريع. مهم. كندير المانجمنت دو بروجي في اطار في اطار جيني سيفيل، يعني البني. والتخصص ديالي هو في لي انفراستركتور، ماشي في الهندسه المعماريه. كنبني، خدمت بزاف في البنايه ديال الطرق، الاجسار، لي تونيل، السكك الحديديه. هادوما لي بروجي اللي انا كنخدم فيهم. وانا في الفورماسيون ديالي قريت الهندسه. داكوغ، يعني خدمت دوك انت خدام مم. خدام في داك الخدمه اللي فاش كنا صغار كيقولوا لنا راه واحد النهار غادي تولي مهندس، غتولي طبيب، غتولي دابا انت فهاديك. هذيك تماما. انا خديت هذاك الطريق من الصغر، وانا كنسمع هذيك الهضره والصراحه زعما في ذاك العمر ما كتكونش عارف ضروريا اش من بيست اللي غادي تعجبك. وضروري كتكون انفلونسي شويه اكثر من لونفيرونمون ديالك. وانا سمعت بزاف هاد الهضره ملي كنت صغير. عاقل كان الوالد ديالي تيقول لي دابا شتي كتشوف هاد الاجسار كيفاش دايرين، وشوف هاد الكونستركسيون قداش. شكون بحالك انت غادي تقرا شي حاجه اللي غادي تجعلك تقدر تفهم علاش هذا الجسر راه شاد، كيفاش شاد، وكيفاش ممكن لك اوبتيميزي. وهذا الشيء كينفع بزاف. يعني كينفع المجتمع انه يقدر يتنقل بواحد الطريقه اللي سبيسيال. دونك خاصك تحاول تنفع المجتمع. وهاد الهضره هذه بقات معايا، والدراسه ديالي درتها باش نقدر نولي مهندس ونخدم في داكوغ، هذا باش الدومين هذا. غادي ندخلوا في القصه ديالك، وغادي نسولك شويه اكثر على علاقتك مع الوالد وحتى البيئه ديالك اييه. اللي ساعدتك انك تاخذ الطريق وتختار طريقك. نحاولوا شويه نفهموا هاد الخدمه هذه بالضبط. عاود لينا شويه. بون، انت دابا بروجيكت مانجر، يعني كتسير مشاريع كثيره. عاود لينا الخدمه ديال الجيني سيفيل شنو هي بالضبط؟ كي داير اليوم ديال مهندس معماري. الوغ انا كما قلت في الاول، انا بروجكت مانجر، والمعنى ديالها هي انني انا في الخدمه ديالي خاصني
كنبدا بواحد عندي واحد المسؤوليه، ان عندي واحد ليكيب اللي كل واحد عنده لو رول ديالو، وانا لو رول ديالي هو ان هاد ليكيب هادي كامله غادي تقدر تخدم، وكل واحد يخدم في الغول ديالو بواحد الطريقه اللي غادي تجعل ان المشروع لو بروجي غادي يوصل لو بوت اللي الي سونسي اتاندر في مهم. واحد لي ديلي اللي معطين لينا، في واحد لو بودجي اللي معطي لينا، وبواحد لي كونترانت ديال لا كاليتي بحال دابا اللي معطين لينا. هادو سو سون دي دوني، وانا لو رول ديالي هو انني خصني نفورمولي هادشي دو مانيير ا كونكريتيزي لو بروجي selon هاد لي كونترانت هادو ديال لو طون لو بودجي و لا كاليتي. وفي هادشي دونك داخله كاع لا ديسيبلين ديال الماناجمنت دو بروجي داخله، ستادير خصني نكون كنقدر نخدم بان بلانينغ طومبوريل، نقدر نتبع لي طرافو كيفاش غاديين، خصني نقدر نخدم بلي ريسك، نشوف شنو هما لي ريسك اللي يقدروا يجيو ويضربوا البروجي. دونك جو دو بوفوار لي بريفوار لي مينيميزي. خصك ديما تفكر في المدى البعيد باش تقدر مم. توصل لي زوبجيكتيف ديال لو بروجي. وهادشي كديرو ما كديروش بوحدك، وهذه زعما شي حاجه اللي مهمه بزاف. الا كنتي ماناجر دو بروجي راك ما كتخدمش بوحدك، راك كتخدم مع مجموعه ديال لي ممبر ديال لو بروجي، وكل واحد عنده الشخصيه ديالو بوحده، وكل واحد عنده الباك جراوند ديالو بوحدو، وخصك نتايا تقدر تجعلهم انهم يتضامنوا ويكوبير باش توصلوا لنفس لو بوت. ما خصش يكون شي واحد اللي خدام ضد لو بوت، ما خصش داكوغ. واحد اللي يكون مدير لو بروجي. دونك فيه دو زاسبي هادشي. دونك هاد الخدمه ديالك شويه يعني مختلفه من هذاك المهندس المعماري اللي بديتي الكارير ديالك فيه. يعني غادي نحاولوا، بغيت نفهموا باش يفهموا حتى المستمعين. كيفاش يقدر واحد، باش نفكروا طالب الان كيفكر يمشي يدخل الهندسه، ولا يلا غادي يتخرج، غادي يشوف يعني الطريق باش توصل لهاد بروجيكت مانجر، طريق باش تقدر تسير المشاريع. شنو هي الطريق اللي خديتي انت؟ وقول لنا الا كان شي طريق اخرى، مثلا الناس كيفاش كيوليو بروجيكت مانجر في هذا الميدان. هو في الدراسه ديالي انا درت دراسه زعما اللي قريت فيها، درت دي زيتود ديال ان انجينيور جينيراليست، يعني قريت مجموعه ديال الميادين في الهندسه. ودرت اون غروند بارتي نتاع الدراسه ديالي في فرنسا، قريت درت لي كلاس بريباراتوار بور لي غروند زيكول، ومن بعد درت اون غروند ايكول ليكول سونترال. وفي هاد ليكول سونترال كتقرا يعني بزاف ديال الميادين، وهي فيها 3 سنين ليكول سونترال. العامين الاولى هي كتقرا الميادين كلها، وفي العام الثالث تما فين كتختار لا سبيسياليزاسيون ديالك. وانا واش كتختار ولا كتختار ليك؟ لا، هي انت كدير دي فو، وعلى حسب شحال كاين من بلايص، وعلى حسب الكلاسمون ديالك في المدرسه تعطى لك لاكسي. ولكن اون جينيرال هاد لي زيكول دانجينيور في فرنسا تيكونوا اون سورت باش اللي بغى يدير شي اوبسيون غادي تعطى له الفرصه انه يديرها. اوكي. و وانت كنتي باغي دير جيني سيفيل من الاول، ولا جاتك انا كنت ناوي ندير جيني سيفيل من الاول، و ما درتوش في سونترال، لحقاش العام الثالث ديالي ما قريتوش في سونترال. كنت في ديك الوقيته بغيت ندير تجربه في الخارج، في شي بلاد اللي ما عندي حتى شي علاقه به، في شي بلاد اللي ما كنهضرش اللغه ديالو. وبغيت ندير تجربه بالانجليزيه، وتما فين تعطات لي الفرصه انني نشوف شنو هما لي بارتناريا اللي كاينين ما بين المدرسه ديالي في فرنسا وبزاف ديال المدارس في العالم كامل. شفت فيهم منين جاتك داك الفكره، انا بغيت نمشي لشي بلاصه اخرى؟ يعني الناس آه كيبغيو يبقاو في فرنسا. يعني كان الناس آه اللي بعدا تنعرف آه وكنسمع بهم كيبقاو في فرنسا. علاش بغيتي تخرج من فرنسا؟ انا ماشي كنت ضروري بغيت نخرج من فرنسا، كنت كاين فيها هي في الحقيقه كاين جوج ديال لي زاسبي. كاين واحد لاسبي انني كنت باغي نشوف شي حاجه جديده،
كان واحد لا كوريوزيتي اللي جعلتني انني ما باغيش نخرج من فرنسا حيت شي حاجه خايبه في فرنسا، ولكن بغيت نجرب شي حاجه، بغيت شي تجربه جديده. ومن ديما انا كنت كنسمع بان البلدان في شمال اوروبا بلدان اللي جد متطوره واللي عندهم واحد لو موديل اجتماعي اللي متغير جدا من الى قارناه مع الموديل اللي كاين في المغرب، ولا الى قارنا حتى مع الموديل لي زوطخ موديل اللي كاينين في اوروبا. تشوف فرنسا ولا حتى الانجليز ولا اسبانيا ولا ايطاليا متغير جدا. وانا هذا لو فات انهم كتسمع بهم متغيرين ومتطورين بزاف جعلني نكون يعني كوريو، بغيت نجرب. تحمستي شنو تحمست وديك وديك الساعه الساعه ما خاسر شنو والو. واش من خيارات كان اخرين كانوا عندك؟ كنتصور ان كان عندك بزاف ديال الخيارات. اييه شنو كانوا كان؟ ثلاثه البلدان اللي اختاريت الولايات المتحده الامريكيه لي زيتازوني، واختاريت اليابان، واختاريت السويد. ورا وفي الاخر مشيتي في خديت العالم السويد كامل. حيت هي اللي قريبه. اوكي، اختاريتي اللي قريب. هي اللي قريبه لفرنسا، وهي اللي قريبه حتى للمغرب. واجي من ناحيه حتى المصاريف. واش هادشي يعني هاد ليشونج كان يمكن لك ديرو فابور ولا نفس الثمن يعني من كان بنفس الثمن امريكان؟ تماما، اوكي. لحقاش كتدخل في اطار لو بارتناريا، دونك كيتعطى لك لا بوسيبيليتي ان تكمل الدراسه ديالك في هاد لي زونيفرسيتي بارتنير، وفي المصاريف غادي تخلص سميتو لا غتخلص داكشي اللي كنتي غادي تخلص كون بقيتي في سونترال. فهادي السونترال. اوكي. اوكين ديفيرونس. ومن وهاد هاد وهاد الناحيه يعني لي كيسهل. زيكول، اسمح لي، هاد لي زيكول دانجينيور بالفلوس ولا شحال يعني كيتعتبروا بريفي ولا بوبليك كيفاش؟ الوغ الا جيتي تشوف بحال دابا في الموديل، دابا انت كتهضر على هاد لا KTH فرنسا غير لونيفرسيتي اللي جيت لها في لا سويد ياك. الا كنتي جاي من بلد غير اوروبي خاصك عندهم نفس حاجه بحال تخلص الانجليز. ليكيفالون ديال وقيلا 100,000 درهم في العام. اوكي. ماشي ولو ماشي كورسوس لاي واحد. فيه مينيموم عامين، لا بيان سور زعما سي سيليكتيف حتى من هذه الناحيه هذه مالوغوزمون. ولكن الا كنتي اوروبي ولا جاي من اون يونيفرسيتي بارتنير سي غراتوي فابور. دونك انت دخلتي من الجنب. دخلت من الجنب تماما، تعطات لي ديك الفرصه وخديتها. والصراحه يعني مشيت وما عرفت حتى حاجه على البلاد وما عرفت حتى حاجه على اللغه، ولكن مشيت وحاولت نتفتح او ماكسيموم باش نقدر نتعلم بزاف د الحوايج من هاد البيئه الجديده اللي كنت غادي وعرفتي شي نكون واحد اللي مشى قبل سولتيه ولا لا مشيتي تماما مشيت تماما ما كنعرف حتى شي واحد. ظلام؟ تماما. وكاين واحد الحاجه اخرى، هي ان انا من الصغر ديالي كنت كنسمع بزاف الاب ديالي اللي كان تري زونغاجي في بوليتيكمون. كنسمعو تيقول لي شحال لو موديل دو سوسيتي ديال السويد يعني معترف به وهو اللي الوريجين ديال لو سوكسي ديال لو ديفلوبمون تاع هاد البلاد. اوكي. دونك انت يعني كانت عندك فكره انك باغي تتعلم منهم تماما، شنو؟ وبلد اللي كيعطي الفرصه لكل واحد واللي فيه ليغاليتي دي شانس ريلاتيفمون، ولا لا ريديستريبيوشن دي ريشيس كتدار في واحد الاطار اللي كونترولي سي جوست. وزعما كاع الحوايج هادو اثروا عليا شيئا ما في الاختيار ديالي. والصراحه زعما ملي وصلت هنايا كنت غادي ندرس لو جيني سيفيل، دونك غندير لا سبيسياليزاسيون ديالي هنايا. وكنت غادي نزيد عام باش يتزاد ليا ان ديبلوم دانجينيور. يعني حتى هذا لو بارتناريا كان فيه لا بوسيبيليتي انك تقرا عام اكثر ويكون عندك دو ديبلوم دانجينيور. غادي تاخذ ديبلوم دانجينيور من ليكول سنترال بحال الا قريتي 3 سنين فيها،
وغتاخذ ان ديبلوم دانجينيور على الانترناسيونال في KTH، هي اليونيفرسيتي اللي قريت فيها في ستوكهولم، وهذاك لو ديبلوم غيكون سويدو. داكور اوكي. دونك من تما زعما هكا بدا المسار ديالي، وهكا تعلمت حتى لا سبيسياليزاسيون ديال لو جيني سيفيل درتها في هاد دونك المسار. داك العامين الاولى اللي قلتي هندسه جينيراليست مم. كتقرا فيها غير المات والفيزيك ولا فيها جينيراليست يعني كتدخل بعض لا داكشي الميادين؟ ابليكي كتقرا المات الفيزيك، ولكن كتقرا حتى لا ريزيستانس دي ماتيريو، كتقرا الالكترونيك، كتقرا شويه ديال لا بروغراماسيون، كتقرا لي زاسيرفيسمون ستادير لا لوجيك، كتقرا حتى لا فيزيون 3 دي. دونك داكشي فيه بزاف ديال لي زابليكاسيون، وهادشي في الراي ولكن ديالك كيبقى تيوريك. كيعاون يعني كيعاونك انت دابا كمهندس هاد القضيه ديال انك تعلم داكشي عام بتخصصات مختلفه، وعاد يعني عام وحيد اللي كتخصص فيه في داكشي ديالك. واش هادي بالنسبه لك طريقه مزيانه، ولا يعني كون كان يمكن لك انك تدخل في الميدان ديال الجيني سيفيل مباشره ودير فيه مثلا عامين او 3 سنين ديال القرايه في عوض غير عام واحد؟ لا انا كيبان لي ان هذا الكورسوس هذا ديال الانجينيور جينيراليست فيه يعني فيه دي زافونتاج اللي كيبانوا لك مزيان ملي كتبدا تخدم. لحقاش واحد الحاجه اللي الواحد خصو يعرف ملي كيكون انا انجينيور جينيراليست ولا تيدير دراسه بحال هكا عامه، هو انك ما غاديش تتعلم لي ديتاي على كل شيء. اللي غادي تتعلم هي واحد لا ميثودولوجي، غادي تتعلم كيفاش تقدر تحل مشاكل ولا تحل دي بروبليم اللي غيتطرحوا لك في الحياه العمليه ديالك، وغادي تقدر تخرج راسك منهم. واخا انت ما عندكش كاع لي دوني، ما عندكش كاع ما عندكش لا كونيسونس على لي ديتاي، غادي تقدر تعرف كيفاش غادي يمكن لك تحل المشكل. دونك وانا بالنسبه لك هذا هو التعريف ديال المهندس؟ واش المهندس هو اللي كيقدر يلقى حل لاي مشكل، ولا عندك شي تعريف اخر؟ لا حيت كاين هضرنا على الجيني سيفيل، وي. هضروا شويه على التعريف ديال من هو المهندس، ما شنو كيدير المهندس؟ المهندس هو اللي كيقدر يلقى حلول المشكله اللي كتطرح له دو مانيير جينيرال. من بعد عندك المهندس اللي بحال دابا انا قريت مع مهندس فاش درت لا سبيسياليزاسيون ديالي، قريت مع مهندسين اللي هما قراو في KTH من الاول، ودونك بداو في لو موديل ديال السويد كدير لا سبيسياليزاسيون تقريبا من الاول. اوكي. دونك هنا عندك لوطخ التيرناتيف، وكانوا كيبانوا لي دابا حتى هذوك مهندسين معلوم، هي غير هما غاديين يقدروا يحلوا المشاكل اللي مرتبطه بلو دومين ديالهم بواحد الطريقه اللي بوتيتر في لا ميثودولوجي غادي تكون ديفيرونت، ولكن غتكون بوكو بلوس سيبلي. يعني الا تطرح لهم مشكل اللي ما عنده حتى شي علاقه بالجيني سيفيل، وقيلا ما غاديش يقدروا يوصلوا للحل بنفس الطريقه ولا بنفس السهوله، ولكن تيبقاو مهندسين. يعني المهندس هو اللي غادي يمكن له يحل مشاكل ويلقى حلول ليهم. وعندنا هاد القضيه في المغرب، كنظن في الجامعات كثار وماشي غير في الهندسه. عندنا هاد الفكره، ويمكن جايه من فرنسا، ان خاصك دير تقرا شويه من كل شيء وعاد تخصص في الاخر. دابا كنهضروا على هذا الموضوع، بغيت نعرف الراي ديالك في هاد القضيه. شنو اللي احسن؟ واذا كان شي حاجه احسن من الاخرى، شنو يقدر يدير؟ يعني الا خدينا كمجتمع، كان عندنا المهندسين عندهم تخصص معين، او لا عندنا مهندسين عندهم رؤيه عامه وتخصص عام. شنو اللي مزيان فيهم، وشنو اللي مزيان هنا وشنو اللي خايب هنا؟ مم. انا زعما من التجربه ديالي كيبان لي ان لوبسيون اللي كتعطى لك انك ما تكونش متخصص من الاول، انك تقرا دراسه عامه
ومن بعد هذا باش تخصص شي عام كتعطيك لا بوسيبيليتي انك كديفلوبي واحد لا ميثودولوجي اللي يمكنك تابليكيها في تقريبا كاع لي دومين اي حاجه. في اي حاجه. دونك كتولي بلو فليكسيبل حتى ملي غادي تبغي تبدا تخدم، ماشي ضروري غادي تخدم في لو دومين اللي درتي لا سبيسياليزاسيون ديالك فيه، ممكن تخدم في دي دومين اللي ما عندهم حتى شي علاقه به، لحقاش المهم هو انك عندك لا ميثودولوجي. دونك كتكون بوكو بلو كتعرف الناس اللي مثلا داروا تخصص جيني سيفيل وخدموا في حاجه اخرى، يعني واش كاينين امثله ديال هادشي يعني في الحياه ديالك، الناس اللي كتعرفهم او الناس اللي سمعتي بهم؟ لا ما كنعرف حتى شي واحد اللي كنعرف اللي بحال دابا ما خدموش، اللي ما قراوش الجيني سيفيل وخدموا في الجيني سيفيل من بعد داروا ماناجر دو بروجي في الجيني سيفيل، ولكن عندهم واحد الباك جراوند اللي ما عنده حتى شي علاقه بالجيني سيفيل، ولكن كان عندهم دراسه عامه. ولكن ما عنديش دابا ملي سولتيني بحال هكا ما عنديش زعما في الذاكره شي واحد اللي كنفكر فيه نيشان، ولكن الا فكرت شويه راه غالبا نلقى شي واحد اللي خرج من هذا لو دومين ومشى يخدم بحال دابا في لي بروسيس في لي زونتربريز، كيفاش ممكن له ياميليوري ان بروسيس دو كاليتي ولا شي حاجه. وهي زعما انا كيبان ليا شخصيا ماشي بعيد انني نخدم في شي دومين اللي ما عنده حتى شي علاقه بالجيني سيفيل، لحقاش انا اللي كنلقى فيه راحتي بزاف هو الخدمه في تسيير المشاريع. والمشاريع تسيير المشاريع فيه اون تيوري اللي ابليكابل في كاع لي دومين، يكون بروجي ديال الجيني سيفيل، يكون جسر ولا يكون تونيل ولا يكون ديفلوبمون تاع شي برودوي في لي سيستيم دانفورماسيون، لا ميثودولوجي كتبقى تقريبا لا ميم. دونك تقدر تابليكيها هنا ولا هنا، ما خصش ضروري تكون قريتي لو جيني سيفيل ولا قريتي لي سيستيم دانفورماسيون باش توصل الافكار باش تسير لو بروجي وانت غادي. فهمت. اوكي، دونك انت زعما كتعتمد على حساب هادشي اللي قلتي، الا بغيتي قلبها تكنيك الكترونيك اي حاجه بغيتي تدخل في الايتي، كتظن انك يعني عندك لا ميثودولوجي، عندك طريقه التفكير تقدر تدخل في ذاك الميدان بسهوله. داكور، فهمت. دونك هذا هو الفرق الرئيسي. بالنسبه قلتي انه الناس اللي كانوا اللي قريتي معاهم في ذاك العام الثالث كانوا الناس اللي بداو التخصص من الاول. هذا فرق ما بين فرنسا والسويد او المغرب والسويد. اش من فرق اخر كاين في طريقه القرايه اولا، ومن بعد نقدروا نهضروا بطريقه الخدمه الا عندك شي فكره على الخدمه في فرنسا؟ معلوم، حيت انا في الكورسوس ديالي حتى في الكورسوس العملي ديالي زعما خدمت في لا كارير ديالي كلها درتها في السويد، ولكن تعطات لي الفرصه انني ندير بحال دابا دي زيشونج بروفيسيونيل مع لا اس ان سي اف. بحال دابا خدمت في دوزت واحد 6 ديال الاسابيع في باريس وفي بروكسل، فين شفت كيفاش هما تيسيروا دي بروجي ديال لينيا غروند فيتاس بالطريقه ديالهم. هادو بحال لو ان سي اف ديالنا، ياك اس ان سي اف هي لو ان سي اف ديالنا هو القطار. اوكي، ديال شركه القطارات. كانوا كيبنيو واحد لا ليني جديده ما بين باريس وستراسبورغ ديال غروند فيتاس، دونك بور لو تي جي في. وشفت تعطات لي الفرصه نشوف كيفاش كيخدموا من الداخل، ونقدر نقول لك ان زعما في الدراسه كاين فرق كبير ما بين فرنسا والسويد. فرنسا لو سيستيم ايدوكاتيف في لي زونيفرسيتي باش تولي مهندس باين. عندك جوج ديال الطرق. عندك اما كدير اللي كيتسمى بدي بريبا انتيغري، يعني كتدخل في اون ايكول دانجينيور من العام الاول مورا الباك وكتقرا 5 سنين في ديك ليكول دانجينيور وكدير المسار ديالك في هاد ليكول، ولكن كيبقى واحد ليسبري دو كومبيتيسيون، لحقاش باش بعدا غادي تدخل في ديك ليكول دانجينيور كيشوفوا لو دوسي ديالك، كيشوفوا شحال جبتي ديال النقاط، كيشوفوا شحال جبتي في الباك، وكتعطى لك الفرصه تدخل في ديك ليكول. وحتى في ديك ليكول باش تدخل في سيغتان زوبسيون خاصك تكون مكلاسي مزيان، ودونك كيبقى واحد ليسبري دو كومبيتيسيون. وحتى ملي غادي تقلب على الخدمه غاديين يشوفوا من المدارس اللي دخلتي لهم اللي قريتي فيهم،
هادي وعلى هذا هو حسب التفكير المدرسه. حتى اللي عندنا في المغرب، يعني خدينا هادشي من اييه فرنسا. تماما. آه، وعندك عندك لا دوزيام فوا هي لا فوا ديال لي كلاس بريباراتوار. هذه الا بغيتي زعما تدخل في لي زيكول اللي كيقولوا عليهم لي غران زيكول دانجينيور، لي زيكول لي بلو ريبوتي، هادو كتقرا فيهم غير 3 سنين، لحقاش كدير عامين ديال لي كلاس بريباراتوار كدوز لي كونكور. لي كونكور تيكون فيهم بزاف ديال الضغط، دوك العامين كلها كيكون فيهم بزاف ديال الضغط. يعني خاصك تكون خاصك تكون بريباري انك غادي تقرا بزاف بريباري البريبا تبقى غير اكزاكتومون تكون بريباري البريبا. ويعني كتكون واحد لا كونكورونس كبيره بزاف وصعيبه وكاين واحد الضغط اللي الواحد زعما كيأثر على الواحد. واخا يبغي ولا ما يبغيش ما تقدرش. هذيك ليكسبيريونس انا كنظن كتبدل الواحد، كتجعلك تفهم شنو هي الدمير. والدمير وماشي ما عندكش لو ريزولتا غارونتي، يعني غادي تدمر وبوتيتر داكشي ما غاديش يكون كافي. وهذه كتدخلك دونك لي غران زيكول دانجينيور. وهاد لي غران زيكول دانجينيور تيحلوا لك الابواب. فاش كتدخل لي غران زيكول دانجينيور ما تيبقاش نفس الضغط مقارنه مع لي كلاس بريباراتوار، لحقاش صافي كتكون سوا وصلت ديزون وصلتي فيلتريتي دونك كتدخل كدير كيكون عندك بلوس داكسي لي ديفيرون بروغرام، لحقاش على باز كاع هذوك اللي تختاروا حيت زعما راهم قراو مزيان. ومن بعد كيتحلوا لك الابواب ديال لو مارشي دو طرافاي في فرنسا بواحد الطريقه اخرى. في السويد زعما مقارنه مع هادشي اللي عاد قلت كاين واحد الفرق شاسع. شاسع كبير بزاف. من ناحيه ان لا سوسيتي سويدواز ما فيهاش هادشي ديال ليليتيزم بزاف، ما فيهاش. سي اون سوسيتي تري اوريزونتال، وبالمعنى ديالها ان ما كاينش لا هيرارشي لا ولا في الشركه، في عالم الشركه ولا في العالم ديال المدارس. دونك انت كتقرا كدوز الباك ديالك. ملي كتكون عندك الباك ديالك كدير دي فو باش تدخل في مجموعه ديال المدارس تقريبا كلهم بحال من ناحيه ديال بون في لا ريبوتاسيون. كتشوف زعما تاريخيا عندك شي مدارس اللي قدام على وحدين اخرين، كبر من وحدين اخرين، عندهم تيتعطى لهم لي مويان اكثر من وحدين اخرين، ولكن لا كاليتي كتبقى تقريبا كتبقى تري كومبارابل. وملي كتدخل في هذه المدرسه كدير لي زيتود ديالك اللي ما تيكونش كاع داك الضغط اللي انت كتكون مولف في فرنسا. واخا كتسقط بحال دابا في شي امتحان كتعطى لك ان نومبر دو شانس تقريبا ايليميتي باش تعاود الامتحان حتى تنجح. النقاط ما عندهم حتى شي تاثير على كيفاش لاتراكتيفيتي ديالك غتكون في لو مارشي دو طرافاي. يعني واحد الفرق شاسع. وانا صراحه زعما عشت هاد لا ديفيرونس ولقيت بان ملي رحلت للسويد وقريت في السويد وبديت نخدم في السويد، لاحظت بان هاد كاع الضغط هذا اللي كيتدار لك وما هو كيأثر عليك وكيعلمك انك تخدم بجديه وتعطي كاع داكشي اللي عندك وتكون سيريو وكل شيء، ولكن كيأثر عليك حتى نيجاتيفمون. وانا بديت كنتسائل واش ضروري الواحد يدوز من هذا الباركور هذا باش عاد غادي يقدر يخدم مزيان. لا، كاين اللي خدام معايا اللي دار الكورسوس ديالو كله في السويد وخدام مزيان حتى هو. وهاد لو كورسوس هذا في السويد كيعطيك لا بوسيبيليتي ان تكون متوازن في الحياه ديالك الشخصيه. كيتعطى لك لا بوسيبيليتي انك ما تقراش بزاف، غادي تقرا معلوم باش تقدر تدوز الامتحانات ديالك وتنجح فيهم. خصك تقرا، خصك تكون سيريو، ولكن داك الضغط ماشي بنفس الطريقه. دونك يمكن لك تركز على صحتك، يمكن لك تركز على انك دير الرياضه اللي شي حاجه مهمه بزاف، يمكن لك تركز انك تخرج مع صحابك، تشوف عائلتك بواحد الطريقه اخرى. وهذا هو الفرق اللي كيبان لي انا زعما كبير ما بين كيفاش الواحد كيفاش الواحد
تيقرا وتخدم في فرنسا وكيفاش الواحد تيقرا ويخدم في السويد. وهذا الشيء كتشوفه حتى في عالم الشركه. في عالم الشركه في فرنسا كاين واحد لا هيرارشي اللي باينه بزاف، لو كود فيستيمونتير راه باين مقارنه مع السويد اللي فريمون داكشي بحال الشاف، بحال لو ديرنيي فونو في الشركه اللي عاد خرج وخدا عاد تكون، ما كاينش فرق. داكور. بالنسبه للناس دابا اللي خدامين معاك، و الا جيتي تقارن المشاريع ديال السويد ومشاريع ديال فرنسا، واش هادشي عنده تاثير في الانتاجيه ديال الناس عامه؟ يعني واش شفتي كاين واحد الفرق في الانتاجيه في الاخر؟ هذا سؤال جيد جدا، لان هذا السؤال انا طرحته لراسي. قلت واش دابا كيفاش الواحد كيتكون في فرنسا، زعما كاين الضغط وكاين واحد لي كونترانت اللي صعب بزاف. اكزاكت. دابا هو السؤال، هاد الدمير هذا واش كيعطي شي وهذا سؤال يعني جيد جدا. ملي كتشوف بحال دابا لو موديل دو ديفلوبمون تاع السويد، كتلقى بان السويد من اكثر من البلدان اللي عندها اكثر تطور في العالم. انا هاد لا دوني هادي كتقول لي ان الا كنتي بلاد اللي كينتج بزاف واللي عنده دي زونتربريز دو سيرفيس من الاكبر في العالم، ودي زونتربريز اللي كيديروا دي بروجي في السيستم دانفورماسيون، اللي كيديروا لي فاكسان، استرازينيكا، عندك فولفو اللي كيديروا الكاميونات، عندك سكانيا، فولفو كيديروا حتى الطوموبيلات، ودابا ولاو عندهم حتى لي ستارت اب، لي ستارت اب سبوتيفاي. تما عندك سبوتيفاي اللي ولات من لا بلو غروند بلاتفورم ديال ستريمينغ ديال الموسيقى في العالم. وهادو عندهم الانتاجيه، وهادو الناس اللي تخرجوا بحال دابا مارين سبوتيفاي راه تخرجوا من كاتياش، وبداو من والو. يعني كنظن ان لو سيستيم ديال بحال دابا فرنسا ما غاديش يعطيك انتاجيه اكثر من لو سيستيم ديال السويد، غير لي موديل اللي سون ديفيرون. داكور. حتى في الخدمه التعامل اللي ديفيرون. في السويد بحال دابا ملي كتمشي كل نهار مع 9 كاينه اون بوز اللي كتسمى بالسويديه فيكا، اللي كلشي كياخذ قهوه، كلشي كيجلس كياخذ قهوه، كياخذ اون بوز ديال ربع ساعه 20 دقيقه حتى نص ساعه داخله في الخدمه هذه. كدير اون بوز كتجلس وتاخذ شي كيكه ولا شي حاجه حلوه مع القهوه ديالك وكتهضر. وخصك تهضر، ما تهضر شويه على الخدمه، ولكن ماشي ما كتركزش على الخدمه، تقدر تهضر على الحوايج اللي ما عندها حتى شي علاقه بالخدمه. الصباح ولا عندكم ساعه كيفاش؟ مع 9 كتكون، وشي مرات كتكون مع 9 ومع 2. عجيب. العشيه واجي عندهم هما البوز داج، حيت انا اللي شفت فرنسا وهادشي اثر فيا، حيت فاش كنت انا خدمت في المانيا عامه، ومشيت لفرنسا عند صحابي، كنشوفهم عندهم داك ما بين 12 و2 داك الغدا ديالهم طويل. يعني طويل ومهم. يعني ما تقدرش تقول الفرنساوي يتغدى دغيا. كي داير هاد القضيه في السويد؟ كاين فرق كبير حتى تما يعني في الثقافه ديالهم. هما الغداء عندهم شي حاجه اللي غير باش تكمل النهار. يعني الناس بعدا ما تيخرجوش ضروريا ياكلوا برا. كاين بزاف ديال الناس اللي كيجيبوا الماكله ديالهم في جميع الشركات. كتعطى لك الفرصه انك تسخن الماكله ديالك فوق ما كليتي مزيان تقدر تاكل مع 11. ما كاينش فوقاش تكون عندك الوقت. و لا بوز ديجوني كتكون قليله، نص ساعه. يعني الواحد كياكل وكيعاود يرجع يخدم، ولكن كيخرج بكري. كتبدا مع ديك على حسب زعما فين راك خدام. في البني في الجيني سيفيل الناس كيبداو شويه بكري، كيبداو ما بين 7 و 8. ولكن مع 4 تيكونوا صافي، تيكون البيرو خاوي. صافي سالا صافي سالا وكيدخلوا لدارهم، كيشوفوا وليداتهم، كيشوفوا عائلاتهم، كيديروا الرياضه ديالهم، كيديروا لي زاكتيفيتي ديالهم. ها اللي تيمشي يدير التياتر، خلي تيمشي. يعني الناس كيعيشوا مورا الخدمه. كيبان لك واحد التوازن ما بين
الحياه العمليه والحياه الشخصيه اللي انا بالنسبه ليا ما يمكنلكش تقارنوا مع ما يمكنش تقارنوا مع فرنسا بحال دابا. لان في داكوغ. فرنسا لي زوغيغ راه كتجي شويه معطل، ولكن كتخرج معطل بزاف، ما تيبقالكش الوقت باش دير حتى شي حاجه مورا الخدمه. صح. وقول لي دابا دابا حنا فهمنا هاد الفرق. مم. اللي كيسمعنا مثلا هو مازال طالب او لا بدا كيخدم في سوق الشغل في المغرب او في فرنسا، وكيعيش هاد الثقافه هادي، ولكن باغي يبدلها، باغي يولي شويه اكثر بحال السويد. واش عندك شي نصائح او لا شي طريقه تفكير اللي تقدر تساعد بها الناس اللي باغيين يمشيو شويه اكثر في هاد الطريق؟ هي هاد القضيه هذه صعيبه شيئا ما، لحقاش يمكن لك تحاول نتايا بحال دابا تكون تركز على انك غادي تعيش بهذه الطريقه هذه، ولكن كتبقى نتايا داخل في واحد البيئه اللي ما يمكنلكش تخرج منها بزاف. يعني الا كنتي خدام في فرنسا راه ضروري غادي الاوقات ديال العمل ديالك راه محدده، ما غاديش يمكن لك نتايا تكون عندك الاوقات ديالك. يعني لا بوسيبيليتي ديالك نتايا باش غادي تقدر تاثر على لي كونديسيون ديال الخدمه ديالك، راه زعما راهم خصهم يكونوا غاديين ضروري مع كيفاش البيئه ديالك في العمل ديالك راه دايره لي غادي. ومن هذه الناحيه هذه تيبان لي ان اهم سؤال واحد خصو يتطرح لراسو هو شنو بغيت ندير، شنو بغيت ندير بحياتي، شنو اللي مهم عندي. واش مهم عندي يكون عندي توازن ما بين شنو كندير في العمل ديالي وشنو كندير شخصيا. واش اللي مهم عندي هو انني نخدم بزاف. هذا انا تيبان لي هو السؤال الاول اللي الواحد خصو يطرح لراسو. شنو هما لي زومبيسيون ديالي؟ واش باغي ندير شي كارير اللي غادي نقدر نوصل بعيد، ولكن عارف بان هادشي غادي خصو خص واحد لو سيري، خص واحد الخدمه اللي غتجعلني انني ما غاديش يكون عندي الوقت باش ندير حوايج اخرى. وانت غادي وملي غادي توصل لشي جواب ولا غادي توصل لشي انديكاسيون لداك الشيء اللي غادي واتيك، ديك الساعات خصك تفكر فين احسن ليا نعيش. لحقاش ماشي ضروري الا انا خديت الدبلوم ديالي وقريت في فرنسا ماشي ضروري نبقى في فرنسا. راه زعما العالم كامل بحال دابا في اطار الهندسه، راه اوروبا كلها راه كتقلب على مهندسين. راه ما كاينش شي بلاد اللي ما ناقصيش، ما عندوش نقص في المهندسين. دونك ضروري الواحد خصو يفكر في هاد الحوايج بحال هكا. وانا كنظن ان الا الواحد ما طرحش لراسو هاد الاسئله هادي، غادي يمشي في واحد المسار اللي ماشي ضروري هو المسار اللي غادي يجيه مزيان. داكوغ. و زعما دونك الواحد خصو انت يفكر. قلتي، دونك غير باش نلخص هادشي اللي قلتي ان البيئه ديالك الا كلشي كيدير واحد الطريقه صعيب انك تجي وتبدلها. صعيب بزاف. وقلتي انه من الاحسن انك تعرف راسك شنو بغيتي بالضبط، وعلى حسب داكشي شنو بغيتي غتختار فين غتعيش، فين غتخدم، الشركه اللي غتخدم فيها، الطريقه اللي غتخدم فيها. داكوغ. وباش نرجع ليك انت شخصيا، انت دابا عندك طريقه تفكير وطريقه العمل ديال السويديين، عرفتك انك ما باغيش تبقى تماك حياتك كامله. كيفاش غادي تقدر يعني كيفاش كتشوف المستقبل الا جيتي تخدم مع مثلا مع مغاربه، مع يمكن فرانسيس او في بلاصه اخرى في اوروبا؟ كيفاش غتقدر تأقلم؟ واش هاد القضيه هادي ممكنه في رايك؟ و الا ما كانش ممكنه كيفاش غادي تقدر تأقلم معها؟ دابا انا كيبان ليا شخصيا انني عندي واحد لافونتاج، هو انني انا مغربي. يعني الثقافه ديالنا راني كابر فيها، وراني كابر في البيئه المغربيه، و يعني كنهضر اللغه. هادو حوايج كاملين اللي كيساعدوا حتى في العمل.
وحتى الدراسه ديالي درتها في سيستم اللي ما عنده حتى شي علاقه بالسويديه وبالسيستم في السويد. يعني راني عارف شيئا ما كيفاش داكشي كيتدار في لا سوسيتي ماروكان وفي لا سوسيتي فرونسيز. معلوم ملي بحال دابا الا خرجت من الخدمه ديالي هنايا في ستوكهولم وبديت كنخدم في المغرب، معلوم في الاول غادي خصني ندير دي زاجوستمون في الطريقه ديالي ديال التعامل، واقيلا حتى في كيفاش غادي نتواصل مع لي كوليك ديالي، كيفاش غنتواصل مع لا هيرارشي ديالي، وحتى كيفاش الخدمه خصها تدار. ولكن هذاك لو باجاج اللي او ماغازينيت في الفتره ديال الدراسه راه مازال معايا، وخصني ضروري نكون يعني واقعي ان ما يمكنش ننتظر ان الناس ما غاديش انا نبدل كيفاش الشركه غادي تسير في المغرب باش تولي كتشبه للشركه في السويد. خصني انا اللي نتبدل، خصني انا اللي نتاقلم. ولكن علاش ما تقدرش تبدل واحد شويه وتحاول تبدل يعني نقدر نحاول ناثر تماما. هذه زعما حاجه اللي مهمه جدا. ما غاديش انا نتبدل ونحاول نتاقلم 100%. انا خصني نبقى هو انا. وانا كيفاش تكونت؟ انا تكونت من المغرب، من فرنسا، ومن السويد. يعني حتى انا راني تبدلت، وانا اليوم ماشي هو انا فاش كانت عندي 20 عام. وانا عندي واحد لا بوسيبيليتي انني غادي نجيب الافكار ديالي وغادي نجيب لا كولتور ديالي اللي هي مزيج من هاد الثلاثه هادو. وهاد لا كولتور ديالي غادي تدخل في واحد الكونتاكت مع دوطر كولتور، مع لا كولتور ماروكان باغ اكزومبل. وملي غندخلوا اون كونتاكت خصني نكون انا واقعي على لو فات ان ما غاديش انا نقدر نبدل بوحدي بواحد يعني كل شيء ودغيا ما يمكنش. ولكن ملي غادي انا ندخل بالافكار ديالي وشي حوايج اللي غادي نكون انا يعني تايق فيهم، اللي كنظن هما هي الحاجه بحال دابا اللي خصها تقال ولا الطريقه باش خصها تقال، غادي نقولها. ما غاديش نخاف نقولها، ولكن خصني نكون او ميم طون يعني كنحترم البيئه اللي راني فيها. اوكي. ودابا الا كانت عندك شي شركه في المغرب، واش غدير فيها هاد الفكره هادي هي غادي تبدا دير؟ بيان سور، علاش لا؟ الا كان عندي انايا لو بوفوار ديسيزيونيل باش نقدر نبدل الحوايج بحال هكا، معلوم علاش لا. ماشي داكور. شي حاجه لان بحال دابا انا الفكر كتبان ليا باش كتنفع من ناحيه انك كتعطي لي كوليك ديالك، لي كوليك كاملين تاع الشركه لا بوسيبيليتي انهم اولا ياخذوا بوز، وثانيا يتعرفوا على بعضياتهم في واحد لو بلان اللي ما عنده حتى شي علاقه بالخدمه. و الحياه في الشركه راه ماشي غير هي ماشي غير غاده على دي طاش، راه غادي حتى على دي غولاسيون. لي غولاسيون خصهم يتبناو ضروري، والفكره راها كتعاون في هذا الاطار هذا. كون ما كانش كتعاون كون غادي تحيد. ما غاديش السويديين ما غاديش يديروا فيك اللي غادي كيفا نوير. دونك فهمتك. هو غير غادي خصك تأقلم معاه، ما ديرش مع التسعود، حيت الا درتيها مع التسعود الناس ما غيجيوش غيتعطلوا شويه. ديروها مع 10 ونص سيدي، ما ديرها كتسوالش. مع 10 ونص، ديرها غوتي ديال قلت الصباح. ايوا بيان سور، علاش لا، علاش هي لا. هذيك. واحد السؤال مازال على السويد. فاش دخلتي السويد دابا شحال من سنوات، ما كنتيش كتهضر باللغه قلتي. دابا واش تعلمتي اللغه؟ و الا كنتي كتهضر باللغه كيفاش تعلمتي؟ انا ملي رحلت للسويد كنت غادي نبدا الدراسه ديالي في كاتياش كيف قلت قبيله. وكان غادي يكون عندي كنت غادي نقرا باش ناخذ ديبلوم دانجينيور سويدي. و
وحده من لي كونترانت اللي كانوا باش نقدر ناخذ ديبلوم دانجينيور سويدي هو انني خصني نكون كنهضر اللغه السويديه حتى لان سيغتان نيفو. كانوا ربعه ديال لي نيفو اللي خصني نفاليديهم. وهادشي شفتيه من الاول؟ هادشي كان باين من الاول. هادشي كانوا كيقولوه ليا قبل ما غادي انا نصيفط الدوسي ديالي باش نبدا نقرا في كاتياش، انك عندك الا بغيتي يكون عندك الدبلوم خاصك تكون مطمئن انك غادي تقرا باش تفاليدي 4 ديال لي نيفو. دونك انا قريت السويديه في اطار الدراسه ديالي ولا سبيسياليزاسيون ديالي. وهكاك تعلمت اللغه. ولكن انا اصلا يعني اللغات كيعجبوني بزاف، كيعجبني نتعلم لغه جديده. شي حاجه اللي كتجيني يعني كتنمى فيها، وهي طريقه جيده باش تقرب من الناس. الا تعلمتي اللغه ديالهم غادي يمكن لك تقرب حتى على الثقافه ديالهم. وانا ملي يلاه رحلت للسويد وعارف راسي بانني غادي نقرا السويديه وغادي ناخذ دبلوم سويدي، تجلبت حتى لهاد البيئه وقلت في راسي غادي نبقى في هاد البلاد واحد المده. ولا كنت غادي نبقى في هاد البلاد واحد المده خاصني ضروري نتعلم اللغه في اقرب وقت، لان قد ما غادي نتعلم اللغه قد ما غادي نقدر نقرب للناس، قد ما غادي نتعلم على هاد البلاد هادي وغادي تفتحوا لي ابواب. وحتى من ناحيه ديال العمل معلوم الا كنتي كتهضر السويديه راه سهل انك غادي يكون عندك اكسي لدي بوست ريسبونسابيلتي، لحقاش راك في واحد البلاد اللي الناس كيهضروا السويديه كيهضروا لونجلي. وي تقريبا 99% ديال الناس اللي غادي تلقى في الزنقه كيهضروا لونجلي مزيان، ولكن ما غاديش داك لونجلي ما غاديش يحل لك نفس الابواب كما السويديه. يعني انا كان تيبانوا لي واحد النوافع في اللغه السويديه اللي جعلوها انا يعني ضروره انني غادي خصني نتعلمها. وتعلمتها الحمد لله يعني في سنه ديال الدراسه. واحد تعلمتي كنتي كتبلبل. كنت بديت كندير لي زونتروتيان ديال الخدمه مزيان. كيفاش سأل قول للمستمعين اللي كنسمع بزاف الناس كيقول لك لونجلي انا ما كنعرفش لونجلي، لا الفرنسي، لا الفرنسي ما عنديش معاه. انت دخلتي للبلاد ما كتعرفهاش، في سنه واحده تعلمتي حيت كان عندك الهدف. قول لنا بالضبط يعني في ذاك العام كنتصور ان كان عندك حتى يعني بعض التحديات في ذاك العام، ما كانش ساهل. قول لنا بالضبط شنو تقدر تنصح الناس اللي كيسمعونا اللي كيقول لك لا لونجلي ما نقدرش، لا الفرنسي ما نقدرش. شنو كيفاش تقدر تتعلم؟ هي واحد القضيه هي ان سهل بزاف تعلم لغه الا كنتي في بلاد اللي عندك كتعطى لك الفرصه انك تبراتيكيها غير تخرج من الدار. الا عندك لا بوسيبيليتي باش دير دي انتراكسيون مع الناس، معلوم غادي يكثروا الفرص انك غادي تقدر تبراتيكي وتقدر تهضر. دابا الا ما تعطاتلكش هذه الفرصه هذه كيبقى لاسبي ديال لا موتيفاسيون. خصهم يبانوا لك، خصو يبان لك النوافع ديال انك غادي تتعلم هذه اللغه. علاش بغيت نتعلم لونجلي؟ واخا لونجلي انا ما كيعجبنيش نتعلم لغه جديده، ولكن هذا لونجلي هذا ملي غادي نتعلمه شنو غادي يوقع، شنو غيمكن ليا. لحقاش لونجلي راه بحال تعلمتي، الا تعلمتي لغه بحال لونجلي راه بحال تعلمتي شي حاجه في الالكترونيك. يعني سي اون كومبيتونس. كومبيتونس راه كتجعلك تكون انت باغي تخدم، كتجعلك تكون بلوز اتراكتيف في لو مارشي ديال لومبلو. اكزاكتومون. وقدر نزيد ان يعني حتى في المغرب خاصه فاش كتعلم لغه زايده كثيريه، بون الفرنسي والانجلي هما اللي كنستعملوا اكثر. هي المهاره الوحيده اللي كتكبر لك دوك فرص الشغل بطريقه اكثر. يعني اش ما تعلمتي غادي خصك دوك اللغات. يعني هذه اسهل طريقه باش تطور المسار ديالك، حتى تطور حتى طريقه التواصل ديالك
القوه التواصليه، كتطور حتى معرفتك لثقافات اخرى، حيت كيف قلتي اللغه كتعلمك ثقافه، وكتعلمك حتى المواظبه. كيف قلتي راه خاصك شويه الموتيفاسيون، خاصك كل نهار تبع تبقى غادي في الطريق، الا خاصو لا حبست فيه ديسيبلين. كتنسى. خاصك لا ديسيبلين، وهادشي اللي كتعلم. يعني كنصح كما سمعتو السي يوسف مشى لبلاد ما كيعرف فيها والو، قالوا ليه خاصك تعلم السويديه باش دير اكس، قال غادي نتعلمها عام كعام تعلمها. يعني اي حاجه خاص تكون ممكنه، يعني الواحد غير يجرب يفهم شنو كاين ويتوكل على الله. وما خصكش تخاف انك تغلط، لحقاش انا كنظن بان حتى هذا تيكون يعني حاجز. الواحد ما يبغيش يتعلم لغه لحقاش خايف انه بما انه ما كيهضرهاش مزيان، شنو الا غيقولوا عليه؟ هضر غادي يقول شي حاجه، غيكون في شي كونتكست سوسيال اللي غادي يجعلو انه يحس براسو تحرج ولا شي حاجه. لا هذه راه غير اون illusion. انت راك كتعلم، راه ما كاينش شي واحد في العالم اللي كينتظر انك غادي تهضر كاع اللغات بواحد الطريقه اللي ما فيها حتى شي غلطه. يعني هذه كتبقى غير في الدماغ، والواحد خصو يكون يعني واقعي ويحيدها من راسو، لحقاش هذاك غير حاجز اللي يمكن لك غير بالفكره انك دوز موراه ويبان لك بان راه النوافع راهم كاينين تما، وغادي دير حتى تجربه انك ملي الناس غادي يشوفوا ان هذه ماشي لغتك وانت كتحاول تهضر معاهم باللغه ديالهم، الناس غيعجبهم الحال. ما كاينش شي واحد اللي غادي كيتفرقوا يلومك ليك. على انك كتهضر باللغه اغلط، بالعكس غيقولوا هذا شي واحد اللي متفتح، هذا شي واحد اللي باغي يقرب لينا، هذا شي واحد اللي بغينا نرحبوا به تماما. وحتى في الحياه العمليه، ملي الناس غادي نشوف بانك انت درتي كان عندك هذا المسار، درتي مجهود ودرتي مجهود وتعلمتي اللغه وبديتي كتهضرها مزيان، غيقولوا هذا شي واحد اللي عنده الاهداف، هذا شي واحد اللي كيدير الخدمه اللي خاصه باش يتعلم شي حاجه، هذا شي واحد اللي واقيلا كيتعلم دغيا، هذا شي واحد اللي يمكننا نستثمروا فيه، اللي غادي نعطيوه خدموا معاه. نخدموا معاه ونعطيوه حتى المسؤوليه اللي واقيلا ما نعطيوهاش لشي واحد اللي من بلادنا. كيولي ان افونتاج انك انت ما راكش من البلاد. يعني هادشي كامل راه يمكن لك تعيشو. واخا شكرا بزاف على هاد الافكار، وهضرنا شويه على المسار ديالك. قول لنا يوسف اخر كلمه، الا كان عندك شي نصيحه للناس اللي كيسمعونا، اللي باغي يدخل في الهندسه جيني سيفيل، او اللي باغي يمشي كيفكر مثلا يمشي لشي بلاد اخرى ما عرف فيها والو. غنخلي الكلمه الاخيره اللي بغيتي تقول للمستمعين ديالنا. انا نقول ان اهم حاجه الواحد خصو زعما يدير في راسو هي علاش باغي انا نقرا لو جيني سيفيل، شنو بغيت ندير في حياتي. والواحد خصو يكون عارف حتى واحد الحاجه اخرى، هي ان ما كاينش ليشيك شي حاجه اللي فريمون ما كايناش. كاين لو سوكسي، انك غادي تحاول دير شي حاجه اللي راك يعني هو الهدف ديالك ديرها، غادي ديرها مزيان وغتنجح فيها. وكاين لي لوسون، دروس تتعلم. غادي تتعلم باش المره الجايه غادي دير نفس الحاجه ولكن بطريقه اخرى لحقاش تعلمتي. وهادشي كيجعلني نقول بان الواحد ما خصوش يخاف من داكشي اللي ما عارفش. راه ملي كتعطالك الفرصه انك تحك مع شي حاجه اللي راك ما عارفهاش، راه تما فين غادي يتعطاولك اكبر فرص انك غادي تتعلم. وملي غادي تتعلم غادي تولي اغنى كانسان كشخص، ولكن غادي حتى تقدر تلقى الناس اللي غادي يفيدوك، غادي تقدر تلقى شي طريق اخرى اللي غادي تجعلك تقرب من داكشي اللي انت باغي دير، اللي ما كنتيش كاع واعي منه. يعني قد ما كتكثر التجارب
قد ما كتعلم. وانا كنظن بان الا تعطات لك الفرصه انك تشوف شي بلاد اخرى وتدخل اون كونتاكت مع ناس اللي جايين من ثقافه اللي ما عندها حتى شي علاقه بالثقافه ديالك، راه تما فين غادي تتعلم اكثر. اوكي داكوغ، شكرا بزاف سي يوسف. غادي نخليو الكلمه الاخيره غنطلبها منك. كيفاش كتقول مسار وافكار البودكاست 100% مغربي بالسويديه؟ بودكاست 100% مغربي، مسار وافكار. مسار وافكار كتقول فاغار ويدير. وي لا لا لا. وشنو الاخرى اللي بغيتيني نقول؟ بودكاست 100% مغربي. 100% ماروكانسك بودكاست. يا سلام. هذه كانت حلقة اليوم، كنتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا بها. كما ديما كنعطي غير الفكره ديالي انا شخصيا، داكشي اللي تعلمت من النقاش ديالي مع الضيوف. مع يوسف حسيب شنو تعلمت؟ هي الفكره الاخيره اللي عطا، هي انه الواحد فاش كيمشي خارج نطاق الراحه ديالو اللي كنهضروا عليها الكومفورت زون، تماك فين الواحد كيتعلم اكثر. فإلا تحت لك الفرصه انك دير شي حاجه اللي كتبان لك صعيبه او لا كتبان لك خطيره او لا كتخاف منها، خاصك تحاول تمشي ليها، حيت هذيك الحاجه هي اللي غادي تعلمك شي حوايج اللي ما عمرك ما غادي تقيسهم الا ما دخلتي ليهاش. آه، علاش القصه ديال يوسف كتوري هادشي؟ لانه هو دخل في الطريق المعتاد، يعني الباركور تيبيك ديال المهندس، قرا بريبا، قرا في لي غروند زيكول دانجينيور، وفاش تحت ليه الفرصه انه يمشي للسويد مشى ولقى فيها افكار جديده، كونسيبت جديد، وطريقه تفكير جديده، وهادشي اللي خلاه انه يبدل حياته ويتحسن ويطور افكاره. هذا غير مثال. في حياتك تقدر تشوف شي فرص اخرى مختلفه تماما، ولكن الفكره العامه هي هذه. الا مشيتي خارج نطاق الراحه ديالك غادي تلقى شي حوايج ثمينه. فكنشجعكم انكم تمشيو وتقلبوا على تجارب جداد، تقلبوا على شي فرص اللي كتخافوا منها، اللي كتجيكم شويه خطيره. هادشي اللي عندنا اليوم. كانت صراحة صعيب عليا أن نرجع في هذا البودكاست ندير هذا الاوترو، ندير هذا الانترو اللي درت في الأول. كنتمنى أنني نلقى الوقت والطاقة باش نكمل في هذا البودكاست. إلا كتسمعني حتى الآن، شكرا بزاف على وقتك، وكنتمنى انك كتستافد من هذه الحلقات اللي كنديروا. والا كان هذا المشروع كيعجبك كنشجعك انك تتصل بيا، والا عندك شي حاجه ما تعاون، او لا في اديتينغ او لا في الديزاين، في الافكار، اي حاجه بغيتي تعاون فيها مرحبا بك. بغيت انني ان الناس الاخرين يعاونوني في هذا المشروع باش ما يكونش المشروع ديالي بوحدي. فهادشي اللي عندي ما نقول لكم اليوم. كنتمنى لكم نهار مبروك الا كتسمعونا في النهار، او لا الليل مبروك الا كتسمعونا في الليل، والسلام عليكم.